يا مساء الفل، يلا بينا نعمل حلويات شرقية. هنعمل النهاردة رموش الست، وهقول لكم ازاي السر بتاعها ان هي تكون دايبة كده وطرية. بس لو اول مرة تشوفيني، انا شروق. ما تنسيش سبسكرايب للقناة وتشغلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجة عندي بولة هحط فيها نص كوباية من الزبدة او السمنة، كمان هضيف عليهم ربع كوباية من السكر البودرة. نخلي بالنا نستخدم سكر بودرة يكون نوعه كويس. كمان عندي بيضة وبياض بيضة هنحطهم، وهنحط كمان عليهم كيس من الفانيليا بما يعادل معلقة صغيرة. هضيف عليهم معلقتين ونص من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، ومعلقتين كبار من جوز الهند المبشور، وهكتب لكم المكونات في صندوق الوصف. هنقلب بقى كل المكونات بتاعتنا دي. يفضل ان انت تستخدمي المضرب اليدوي اللي هو المضرب السلك ده، هيكون افضل واحسن علشان خاطر كل المكونات بتاعتي تدخل في بعضها. انا هنا برضو حسيت ان انا لا مش شغاله معايا المعلقه، فابتديت ان انا اضرب بالمضرب. يفضل من البدايه ان احنا نستخدم المضرب اليدوي ده علشان خاطر هيسهل علينا الوقت اكتر. عندي بقى كوبايتين من دقيق متعدد الاستخدامات منخولين كويس، وعليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. هنقلب المكونات بتاعتي كويس قوي، وبعدين هنبتدي ان احنا نعجنها بايدينا. مهم جدا ان انتي تقلبيهم الاول مع بعض وبعدين تعجني بايديكي، علشان هيساعد ان العجينة تلم اكتر. كمان حلويات رموش الست او عيون الشهد دي من الحلويات الناعمة جدا، يعني مش بتحتاج ان احنا ايدينا تكون فيها كتير، بمعنى ان انا اعجنها كتير، لا هي بس المها كده لمتين 3 وخلاص، هي هتلاقيها ظبطت معاكي من اول مرة. يعني شايفين القوام بتاعها ناعم جدا جدا، فما تتعاملوش معاها على اساس ان هي عجينة، لا. هنلمها كده بايدينا، وزي ما انتوا شايفين كده هي ما خدتش معايا وقت كتير، القوام بتاعها ناعم جدا وطريه قوي. لو حسيتوا ان العجينه بتشقق معاكم وناشفه، هتزودوها معلقتين حليب اللي هو عادي ساقع مش مهم، بس تزودوا بالتدريج، يعني معلقه معلقه علشان خاطر ما تبقاش سايحه معاكم وصيصه قوي. كده انا خلصت، هبتدي بقى ان انا اشكلها. بصوا بقى الخطوه دي هنبتدي ناخد، يعني لا نكبرها قوي ولا نصغرها قوي، يعني متوسطه. هلفها الاول كده بالطول، وبعدين هطبطب كده عليها بايدي، وهلمها من تحت ومن فوق، يعني بحيث ان هي تبقى على شكل العيون بالظبط. شايفين اهو، انا لميتها كده من الجناب وضغطت عليها بصباعي من النص. هنعمل كمان واحدة عشان اوريكم الشكل المظبوط بتاعها. وانس كمان ان انتي لازم تكون ايديكي يعني الحتة الاولى زي الحتة التانية، بمعنى ان كلهم يكونوا مثلا مقاس واحد. حاولي توسطنيها تكون كلها مقاس واحد، وما نكبرهاش قوي لان احنا حاطين لها مادة رافعة من اللي هي البيكنج باودر، فلما هتدخل الفرن هتنفش معاكي، فما تكبريهاش زيادة عن اللزوم عشان ما تكونش شكلها اوفر. شايفين بالشكل ده. طبعا انتوا لو حابين تزودوا في الكمية برضو مفيش مشكلة، بس عامة المقادير اللي احنا عملناها دي هتعملك يعني شوية محترمين. فلو انت عاوزة تزودي مثلا عادي بتضاعفي الكمية والمقادير وبتزوديها براحتك. طبعا انا نسيت اصور الشربات، فمعلش. فعامة هقولكوا على الطريقة بتاعته، هو مفهوش اي افتكاسات. هنحط كوبايتين من السكر الابيض، عليهم كوباية من المية، وهنغليهم لمدة 7 دقايق. بعدين هنحط عليها عصرة ليمونة، وهنقلب ونطفي عليه، وهنحط شوية فانيليا ونسيبه يبرد، يبقى بدرجة حرارة المطبخ. مهم جدا انه يكون الشربات بتاعي بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما نحطهوش وهو ساخن والحاجة دي طالعة من الفرن سخنة، لا يكون بارد تماما. كمان عاوزة اقول لكم ان دي من الحلويات السهلة والسريعة، مش بتاخد لا اي وقت ولا مجهود منك، بسيطة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة ديت وتقولوا لي رأيكم. هنخلص بقى الكمية بتاعتنا. عندي صفار بيضة وعليها شوية فانيليا، وهدهن الوش بتاعها من فوق قبل ما ادخلها الفرن، ده هيديها وش كده حلو ولونه احمر.
هخلص الكمية بتاعتي وهدخلها الفرن شغال مسبقا على درجة حرارة من 160 ل170. هتاخد معاكم بالظبط من 30 دقيقة ل35 دقيقة، مش اكتر من كده. وما تقلقوش البيض مش هيكون فيه اي زفارة خالص. هخلص كده دهن الوش بتاعها وهبتدي بقى ان انا ادخلها في الفرن على الرف اللي في النص زي ما انتوا شايفين كده. اول ما تخرج بقى من الفرن على طول هبتدي ان انا اسقيها بالشربات. الشربات يكون بدرجة حرارة المطبخ، وبعد كده هغطيها بفوطة نظيفة لمدة نص ساعة. مهم جدا ان احنا نسيبها نص ساعة مش اكتر من كده علشان خاطر تشرب الشربات معايا كله. كده انا شلتها بعد نص ساعة بالظبط، شايفين؟ ومستوية بالظبط، واخدة لون من تحت ومن فوق. عايزة اقول لكم ان هي دايبة دوبان وطعمها كان يجنن. وصفتنا بتاعت النهاردة خلصت، اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى كمان ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. اشوفكم فيديو جديد بوصفة جديدة ان شاء الله.